والحقيقه ان انا وقع تحت ايدي امبارح كليب في رايي لا يقل وضاعه ولا ابتذال ولا فحش عن سيب ايدي، بالعكس ده يزيد. ليه بقى يزيد؟ عمري هلم ونواعم وواخده عالشغل طول عمري هلم لانه اولا يعني كليب سيب ايدي في عري، بس في عري وايحاءات كده ومناظر مش تمام. بس الكليب اللي انا هوري حضراتكم فهمتوا ثانيه منه لاني مش عارف اعرضه، في عري وابتذال وفي ايحاءات جنسيه وفي كمان كلام. ده الموضوع بقى زاد، يعني الكليب بتاع سيب ايدي ما كانش فيه كلام جنسي قبيح، كان كله بس اشكال ولحمه كتير. لكن الكليب المصيبه ده كلامه موحي وكله ايحاءات جنسيه قبيحه جدا، وايحاءات شكليه وطريقه الرقص وطريقه القلع وكل حاجه في منتهى القماءه. الكليب ده لما سالت قالوا لي بقاله 4-5 اشهر ومنتشر. المصيبه الثانيه اللي خليه يفوق في ظني كليب سيب ايدي انه كليب بجد بقى. يعني كليب سيب ايدي ده معمول على اليوتيوب ومعمول ب 3 جنيه ونص، هو وهي بس طالعين بكاميرا فقيره كده وبتاع وبيتصوروا. الكليب ده كليب متصور ومخرج واداره انتاج وكاميرا مش عارف ايه، ومعمول له خلط الوان ومعمول مش عارف ايه وماكيير وكوافير وستاف معاها وبنات بيرقصوا ورجاله واقفين وبتاع. الكليب اسمه ادق الكمون. ده الكليب اسمه كده، لواحده قالوا لي انها نجمه ومعروفه، بس انا الحقيقه ما كنتش اعرف انها نجمه ومعروفه، اسمها شاكيرا. فقلت لهم شاكيرا؟ قالوا لي لا مش شاكيرا بتاعت بيكيه بتاع اسبانيا، والشهيره شاكيرا اللي هي الكولومبيه اللي من اصل اللبناني مش ممثل، لا ده واحده مصريه مسميه نفسها شاكيرا. اتفرجت على الكليب، حاجه تقرف، حاجه تقرف. حاولت ازيع الكليب مش لاقي، فجمعنا 15 ثانيه تقريبا او 17 ثانيه بالكتير مشاهد كده من الكليب اللي كل الصور هتشوفوا فيها كده. بس طبعا الكليب مش كده، الكليب بقى انتوا ربنا يوفقكم خشوا على اليوتيوب هتشوفوا كل اللي تحت بقى. بس احنا جبنا بس حاجات كلها اللي كده اللي ينفع انها تتذاع. عمري هلم ونواعم وواخده عالشغل طول عمري هلم ونواعم وواخده عالشغل طول عمري هلم. انا هوريكم عشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي، وانا اهدي المجتمع قبل ما اهدي النائب العام هذا الكليب. في رايي شاكيرا والكليب ده لا يقل رذيله ولا عريا ولا اباحيه عن كليب سيب ايدي، فاذا كان هذه جريمه فتلك جريمه وفي رايي اعظم. معرفش ادق انا